بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله هنعمل معاكم الفطير المورق الجميل ده بأسهل طريقة، واقولك على طريقة فرد سهلة جدا جدا تطلعوا معاكي مورق وطري جدا كده وجميل. بس يلا صلى على النبي واذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين قد ايه مورق وجميل؟ ده المحشي بلح. تمام، واقول لك ازاي تحشيه ويطلع معاكي جميل كده. اول حاجه معانا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، تمام كده، ومعايا معلقه صغيره من الملح ومعلقتين من السكر وميه للعجن، مفيش اكتر من كده. ما بنحطش عليه اي مواد رافعه، لا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه. هو الفطير ده بيعتمد على طريقه التوريق وعلى العجن. تمام، هنا هنحط الميه بالتدريج، ما تحطش الميه كلها مره واحده. زي ما قلتلك ان الدقيق بيختلف في امتصاصه للسوائل من مكان لمكان. تمام كده، يبقى احنا هنحط الميه بالتدريج ونعجن زي ما انت شايفه لغايه ما العجينه تلم معايا. تمام اهوت، بحط بالتدريج. هو اخد معايا كوبايتين ونص من الميه. تمام، زي ما انت شايفه، عشان تاخدي نتيجه مظبوطه للفطير تعجنيه كويس جدا جدا. كل ما زودت العجين فيه، شوفوا شايفين انا بلم العجين من القصعه ازاي وبنضفها، وده ان ده اللي يدل على شطارتك، ان البوله اللي انت بتعجني فيها تكون نظيفه ومفيش فيها اي عجين. دلوقتي هاخد العجينه قدامي على الرخامه نظيفه مفيش فيها اي حاجه، وابتدي اعجن فيها كده واخدمها كويس قوي قوي. تمام، وهجيب بوله دلوقتي او طبق واحط فيه معلقتين من الميه وابتدي ابل ايدي فيه. ليه؟ ده بيديله عرق، تمام، وبيخلي العجينه ناعمه معانا. والله يرحمها امي كانت تقول لي زيد عجينك فم تتباهى بيه قدام الفرن. كل ما تعجني العجينه كويس وتخدميها، خصوصا عجينه الفطير، لغايه ما تبقى عامله معاكي زي الاستك كده. تمام، تيجي تمطيها تتمط معاكي كده، اعرفي ان العجينه بتاعتك مظبوطه. شايفين بقت عامله زي الاستك كده؟ الجلوتين اشتغل فيها وبقى فيها عرق، وهتستحمل معايا الفرد والطي اللي انا هعمله فيها. تمام كده، شايفين اهيت. هلمها بقى، هبتدي المها معايا كده. هي اتعجنت كويس قوي، وابتدي اجيب صينيه ومدهونه زيت. تمام، والف العجينه بتاعتي رول واقطعها زي ما انتوا شايفين بقى قطع قد البرتقانه. تمام، كل قطعه كل كوره هتبقى فطيره. وهبتدي ادهن وشها زيت عشان وشها ما يقشفش معايا ويعمل قشره كده تضايقني وانا بفردها وتقطع معايا العجينه. تمام، ممكن انت تكبري الفطيره عن كده وتعملوهم. مثلا هم عملوا معايا 11 كوره، 11 كل كوره هتبقى فطيره. ممكن انت تقللي عدد الكور بيبقوا 8 مثلا وتكبري الحجم بتاعهم، بس هو الحجم بتاعهم كده مظبوط زي الفطيره بتاعه الافران بالظبط. هنا هغطي وشهم واسيبهم يرتاحوا 10 دقايق بالظبط. وهبتدي باول كوره انا كورتها. تمام، وهبتدي احط زيت وهورق بزبده. انت ممكن تورقي بسمنه او تورقي بسمنه على زيت، المتاح عندك اعمليه. بس اهم حاجه تفردي على زيت. ليه ما تفرديش لا على سمنه ولا على زبده؟ ليه؟ لان احنا في الشتاء والسمنه هتجرمز والزبده تحت العجينه وهتبتدي تقطع العجينه معاكي ومش هتبقى كويسه خالص. هنبدا كده بقى نشد العجينه بالراحه كده. انا مسرعه الفيديو انما انا بتعامل مع العجينه بالراحه. شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي؟ لان انا سايباها مرتاحه كويس وعجنها كويس. عشان تاخدي فطير ناجح اعجنيه كويس وسيبيه يرتاح بين كل مرحله والتانية. هتقولي لي مثلا انا باجي افرد العجينه بتلم معايا زي الاستك كده، ما خدتش راحتها. تمام، سيبيها ترتاح شويه قيمه 3 دقايق ولا حاجه وارجعي افرديها تاني، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. دلوقتي بقى هبتدي اخد من الزبده، تمام، واحط على وشها كده زي ما انتوا شايفين اهوت. برضو هتقولي لي طب انت ما سبتيش الزبده قطع ليه؟ لان انا ممكن اخد في الفطيره زياده، يعني اخد قطعه كده وافردها وتبقى زياده عن الفطير او عن حاجه الفطيره، والفطيره تبقى تقيله معايا وتبقى دسمه وما تبقاش حلوه. انما كده هي سايحه، ببل ايدي بس يا دوبك وببطط كده، بتاخد حاجه بسيطه وبتبقى الفطيره خفيفه وجميله كده زي ما انتوا شايفين. ببتدي بقى اكورها اهوت واركنها على جنب. وبرضه اخد واحده تانية واوريكي طريقه فرد تانية. ببتدي كده افردها. شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله ازاي؟ ده دليل ان هي معجونه كويس. اعجني الفطير بتاعك كويس هتاخدي نتيجه كويسه. وان اتقطعت من الطروف كده ما تقلقيش خالص خالص، كل ده هيتدارى معايا.
تمام اهو زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لك ممكن تكبري الفطيره عن كده وممكن تقلليها عن كده، بس هي حجمها كده مظبوط. ابتدي اخد كده واقطعها شرايح زي ما انتوا شايفين، وما توصلش بالتقطيع للاخر. وابتدي اشد لبره واتني لجوه. تمام، بشدها شده بسيطه كده عشان تتفرد معايا برضو اهوت. واخد كل واحده واقبلها. تمام اهوت. وبرضه هبتدي برضه اكورها كرة واسيبها على جنب. دي بقى هعمل اتنين جوا بعض. ليه؟ لان ديت انا هعملها محشية بالبلح. انت ممكن تحشي لحمة مفرومة، ممكن تحشي شرايح منجا، دي عجينة حلوة وبتقبل اي حشوة. ممكن تاكليها سادة زي ما قلتلك كده، بتبقى جميلة جدا جدا. الفطير جميل وتغيير في الطعام. زي ما قلتلك النهاردة كان الجمعة، انا مش عارفة الفيديو ده هينزل لكم امتى، وحبيت اغير في الاكله. تمام اهوت. خدت بقى واحده تانية كنت تانياها، وهبتدي بقى احط عليها الحشوه. ليه عملت اتنين جوا بعض؟ عشان تستحمل الحشوه اللي انا هحطها. تمام كده. وهبتدي بقى اهوت اتني، كل تانية والتانية امسح مسحه زبده كده، وابتدي بقى اكورها كده لجوه زي ما انتوا شايفين. وبرده هركنها على جنب. شوفين ان الشده ديت او الراحه ديت بتدخل هوا في الفطيره وبتعمل طبقات زي ما انتوا شايفين اهوت. الصورة هي اللي بتتكلم. وبرضه هبتدي ايه اطبق. بعد كده بقى هسيبهم يرتاحوا تلت ساعة او ربع ساعة حسب ما العجينة تيجي تفردها كده، تلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. دي فطيرة ما ترققهاش قوي عشان ما تعضمش معاكي وتبقى رقيقة قوي قوي زيادة عن اللزوم. زي ما انت شايفة كده. عندي طاسة على نار لا هي متوسطة، يعني لا هي عالية ولا هي هادية، هي متوسطة زي ما انتوا شايفين كده، وفيها معلقة زبدة. هبتدي بقى اشيل الفطيرة اللي انا فردتها واحطها كده جواها واغطي عليها. اهم حاجة تغطي عليها. وبعد كده تاخد تشميعة بس من تحت، اقلبها على الناحية التانية. اوعي تديها تسوية كاملة على ناحية واحدة، لا ابتدي قلبها كده على الناحيتين. هتلاقيها كده ابتدى ينفخ معاكي. ده دليل ان هو التوريقات ابتدت تستوي من جوه. جميل جدا. كله كان منفوخ زي ما انتوا شايفين كده. هنا خدت لون حلو كده وكده استوت. حابه تغمقها عن كده براحتك، بس هي كده جميل. اهم حاجه تطلعها على كيس تلاجة وتغطي عليها. دي بقى هدخلها الفرن. دي اللي محشيه بلح. هولع الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. ولو البلح خرج منك كده دخليه بكل سهوله هيدخل معاكي، ما تقلقيش خالص. وتبتدي تفرديها بالحجم اللي تحبيه. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي. هدخلها بقى على فرن درجة حرارته عالية، وممكن تسويها على عين البوتاجاز، مش هتقول اي حاجة، على نار متوسطة برضو. هنا بوريكم ان انا بفرد واحدة تانية على ما دي تستوي. اهم حاجة ما تسيش على دي لانها بتاخدش دقيقتين على كل ناحية. زي ما انتوا شايفين بينفخ ازاي. ده دليل ان هو استوى والرقات استوت من جوه. شايفين؟ ولو الطاسة بتاعتك كده الزبدة غيرت لونها كده، نبتدي مسحيها بين كل فطيرة والتانية. شايفين قد ايه منفوخه جميل؟ كان جميل جدا جدا. واللي جوه الفرن كان طلع واستوى، ما اخدش مني كله على بعضه ساعة. كان بالجمال ده. تغيير طعام، يعني تغيير اللحوم والطبيخ. اعملي غدوة بيبقى جميل جدا جدا. او لو جوعتي بالليل كده تقومي تعجني لك فطيرتين جمال جدا جدا. شايفين ده كنا اكلنا نصها واحنا واقفين، كان لسه سخن. شايفين مورق وجميل ازاي، واخد التسوية المظبوطة. وبقولك كله ما اخدش على بعضه ساعتين. جنب بقى عسل اسود وجبنة حادقة بتاعتنا كده من البلاصي. على فكرة انا اللي عاملة الجبنة ديت. لو حابين اعملها لكم على القناة قولولي. يلا حبيبتي انزلوا حط لايك واعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. شايفين جمال؟ زي ما قلتلك تغيير وكان جميل جدا. وممكن تحشيه بالحشوة اللي تحبيها. يلا حبيبتي مع السلامة.